هل هذا الرجل قد أعد نفسه للعمل؟ هو قال إني ب10 ولكن يقول لم يتفاوضوا على العمل. نعم. لكن لما أعطاه 5 ماذا قال له؟ قال إما تعطي 10 وإما لا أريد هذا يقول العقد فاسد ما دام لم يعين الأجرة، لم يشرط صحة الإجارة أن يكون عوض معلوم. هذا لا شرط فاسد، القصد لو فاسد فيرجع إلى أجرة المثل. إذا يذهب ويقدر أجرته ثم يتصدق بها عنه، وإذا جاء يوم من الدهر قال له إما أن تأخذها وإلا إما أن تأخذها الآن وإلا فلا تأخذ. نعم. الذين نعم نعم ولا أهلا نعم. هذا نعم، هذا لا يلام عليه لأنه فعله متأولا، وإلا في الواجب أن يسد جوعة أبنائه أولاده، لأن ذلك لا يضر والديه، لكنه فعله متأولا أن هذا من كمال البر أن يصبر على تأذي أولاده تأذي أهله وماله ليقدم والده. الأول أكمل حالا، والثاني قد يكون أكمل مآلا، لأن الذي خاف بعد العقوبة يكون خوفه أشد وقعا على قلبه وأخشى لله. أما الذي خاف من أول فهذا لا شك أنه أحسن حالا. نعم. يذكره تشجيع لا بأس إذا أمن نفسه من الرياء. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويحسن الصلاة ويقول إنما فعلت ذلك ليش؟ لتأتموا به. بالأعمال الصالحة هل يعد من الأفضل؟ إيش؟ هل يعد فاضلا أو مثل التوصل بالأعمال الصالحة؟ نعم مشروع نعم، لكن هو قد يكون أفضل وقد يكون أفضل حسب حال الإنسان. قد يكون توصل الإنسان إلى وارد أسمائه وصفاته أبلغ، وقد يكون أمر بالعكس. فالأول سؤاله سؤال مستغن لكنه مثنى على الله عز وجل، والثاني سؤاله سؤال مفتقر، يعني بمعنى أنه يرجو الثواب على هذا العمل ومن جملته أن يحصل له المقصود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه وفعل ما يحبه والعبودية والطاعة هو من جنس فعل ذلك، رجاء لرحمة الله وخوفا من عذابه. وسؤال الله بأسمائه وصفاته كقوله رحمه الله من جنس ذلك رجاء لرحمة الله وخوف من عذابه، إشارة إلى أن الإنسان إذا تعبد لله تعالى بهذا القصد فإنه مثاب ومحمود، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ولقد ضل من ضل من الصوفية الذين قالوا تمام العبادة أن تعبد الله لله،
يعني لا تريد إلا الله عز وجل. فيقال سبحان الله لو قلنا بهذا لكان جميع ما يذكر في الآيات من ثواب الله عز وجل عادة لا فائدة له. فالإنسان يرجو ثواب الله، يرجو الجنة، ومن نعيم الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل والرضا عنه ورضا الله عن العالم. نعم. وسؤال الله بأسمائه وصفاته كقوله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، وبأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك يكون من باب التسبب، فإن كونه المحمود المنان يقتضي منته على عباده بدون جاء شرع إليها؟ لا ما أشار جلها نصف. يقتضي منه على عباده وإحسانه الذي يحمده عليه، وكونه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يقتضي توحده في صمديته، فيكون هو السيد المقصود الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم المستغني عما سواه، وكل ما سواه يفتقرون إليه لا غنى بهم عنه، وهذا سبب لقضاء المطلوبات. وقد يتضمن معنى ذلك الإقسام عليه بأسمائه وصفاته. وأما قوله في حديث أبي سعيد أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب، فإن حق السائلين عليه سبحانه أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته، فهو من باب التوسل به والتوجه به والتسبب به. ولو قدر هذا أيضا قول العامة إذا دعا قال بحق لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، لا يريدون إن لا إله إلا الله لا حق، لكن يريدون بحق ثواب لا إله إلا الله، وثواب لا إله إلا الله من فعل الله عز وجل، فيكون دعوا أو فيكون توسلوا بفعل الله سبحانه وتعالى. ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته، لأن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله، فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والاستعاذة لا تصح بمخلوق. الفعل هنا أعوذ أحسن من عدم الإعادة، ونحن نسمع كثيرا من الذين يقولون بهذا الدعاء يقولون أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، والعامل لا يعرف معنى بك منك، لكن إذا قال أعوذ بك منك فيستعيذ بالله من الله عز وجل، لأنه لا مفر منه إلا إليه. نعم. والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه، والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وذلك مما استدلوا به. هذا ليس على إطلاقه، لأنه جاءت الأحاديث الصحيحة بالاستعاذة بغير المخلوق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن وجد معاذا فليعوذ به، وقال يعوذ عائد بهذا البيت يعني مكة وغير ذلك. فالاستعاذة كالاستعانة، والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة،
والاستعاذة به فيما يقدر عليه جائزة أيضا، فتقول مثلا أعوذ بك من فلان إذا كان المستعاذ به قادرا على من. نعم. وذلك مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قالوا: والاستعاذة لا تكون بمخلوق. فأورد بعض الناس لفظ المعافاة، فقال جمهور أهل السنة: المعافاة من الأفعال. وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون: إن أفعال الله قائمة به، وإن الخالق ليس هو المخلوق. وعلى هذا جمهور أصحاب أحمد والشافعي ومالك، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وقول عامة أهل الحديث والصوفية وقول عامة أهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام والفلسفة. وبهذا يحصل الجواب عما أوردته المعتزلة. سياق المؤلف رحمه الله لأقوال هؤلاء دليل على أن الحق مقبول من أي إنسان، كالصوفية وأهل الكلام والفلسفة إذا أتوا بكلام صحيح وجب قبوله، وهذا هو طريق القرآن والسنة. ففي القرآن قال الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فقال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا آباءنا عليها، وجدنا عليها آباءنا، لأن هذا الكلام صحيح. إيش؟ صحيح. حق، فلا يتغير. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بعد أن حدثه الشيطان لأنه إذا قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله ولا حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، قال له النبي لأبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وقال عليه الصلاة والسلام لليهودي الذي قال: إنا نجد يعني في التوراة إن الله يضع السماوات على الإصبع والأرضين على الإصبع. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله. فالمهم يا أخواني، إذا وجدت طائفة مذمومة من حيث الأصل وعلى ضلالة من حيث الأصل وجاءت بالحق، فما الواجب؟ قبوله. وإذا وجدت طائفة على العكس من ذلك، سنية سلفية، وقالت قولا خطأ، وجب رده. الواجب رده. وبهذا يحصل الجواب عما أوردته المعتزلة ونحوهم من الجهمية نقضا. فإن أهل الإثبات من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق، فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، واتصف به ذلك المحل لا غيره. فإذا خلق الله يعني يجوز تؤول على أن به أو على الحكم، هذا حكمها على ذلك المحل، واتصف به أي اتصف المحل به أي بذلك الحكم. وإلا فإن الأصل أن يقول فإن الصفة ثم يكون الكلام واتصفت به واتصف بها ذلك المحل. فإذا خلق الله لمحل علما أو غلط لمحل المحل وقت الحلول. فإذا خلق الله لمحل علما أو قدرة أو حركة أو نحو ذلك كان هو العالم به القادر به المتحرك به، ولم يجز أن يقال إن الرب المتحرك بتلك الحركة
إن الرب المتحرك لا كما قلت متحرك. إن الرب المتحرك بتلك الحركة ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة المخلوقين، بل بما قام به من العلم والقدرة. قالوا فلو كان قد خلق كلاما في غيره كالشجرة التي نادى منها موسى لكانت الشجرة هي المتصفة بذلك الكلام، فتكون الشجرة هي القائلة لموسى إنني أنا الله، ولكان ما يخلقه الله من إنطاق الجلود والأيدي وتسبيح الحصى وتأويب الجبال وغير ذلك كلاما له كالقرآن والتوراة والإنجيل، بل كان كل كلام في الوجود كلامه لأنه خالق كل شيء، وهذا قد التزمه مثل صاحب الفصوص وأمثاله من هؤلاء الجهمية الحلولية الاتحادية. فأوردت المعتزلة صفات الأفعال كالعدل والإحسان، فإنه هذا قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلام سواء علينا نثره ونظامه. لأنه إذا قالوا إن القرآن كلام الله مخلوق في الشجرة، لازم من هذا أن كل كلام يسمع فهو كلام الله، وهذا لا بد منه ولا يمكن أن يحيد عنه، إذ لا فرق. وكما سمعتم قول مرشدهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فقول من القيس كيف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي وكلام الله على هؤلاء، على قول هؤلاء. نعم. فأورد في المعتزلة صفات الأفعال كالعدل والإحسان، فإنه يقال إنه عادل محسن بعدل خلقه في غيره وإحسان خلقه في غيره، فأشكل ذلك على من يقول ليس لله فعل قائم به، بل فعله هو المفعول المنفصل عنه، وليس خلقه إلا مخلوقا. وأما من طرد القاعدة وقال أيضا إن الأفعال قائمة به ولكن المفعولات المخلوقة هي المنفصلة عنه، وفرق بين الخلق والمخلوق، فاضطرد دليله واستقام. وهذا هو مذهب أهل السنة. مذهب من يا أخوان؟ أهل السنة. أي مذهب السلف وأئمة المسلمين أن الفعل غير مفعول حتى في الإنسان، في فعل الإنسان. إذا كتبت فهل كتابتك هي المقصود؟ لا، كتابة فعله وحركتك والمكتوب مفعوله. فكذلك الرب عز وجل خلقه غير مخلوق، ولهذا يصح أن تضيف الشر إلى المخلوق ولا تضيفه إلى الخلق. ففي الحديث الصحيح أعوذ بك من شر ما قضيت، وفي الصحيح أيضا والشر ليس إليك، لأن الحديث الأول من شر ما قضيت ليس معنى من شر قضائك، ولكن المعنى من الشر الذي قضيته أي من شر المقضي. فيجب أن نفرق بين الفعل والمفعول. نعم. والمقصود هنا أن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بعفوه ومعافاته من عقوبته، مع أنه لا يستعاذ بمخلوق كسؤال الله بإجابته وإثابته، وإن كان لا يسأل بمخلوق. ومن قال من العلماء لا يسأل إلا به لا ينافي السؤال بصفاته، كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي لفظ للترمذي من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
قال الترمذي حديث حسن. ومع هذا انتبه لقوله لا ينافس السؤال بإيش؟ بالصفات، ولم يقل لا ينافس السؤال بالصفات، لأن سؤال الصفات شرك. لو أن الإنسان سأل الصفة لكان مشركا، حيث اعتقد أن الصفة شيء قائم بنفسه يجيب وينفع ويضر، وهذا هو الشرك. ففرق بين أن يسأل الله بصفاته وأن تسأل صفاته. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أن سؤال الصفة شرك، وصدق رحمه الله. الصفة ليست قائما بنفسها تنفع وتضر. وأما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فهذا توسل إلى الله بالرحمة، يعني من أجل أنك راحم أستغيث برحمتك. وليس المعنى أن الرحمة هي التي يستغاث بها، ولكن هذا من باب ايش؟ من باب التوسل. حتى الآن الداعي يقول برحمتك أستغيث، هل يشعر حينئذ بأن الرحمة تغيثه؟ لا. أو بأن الراحم لا شك. انتهى. لا ما جاء. وفي لفظ للترمذي من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي حديث حسن. ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله، لأن لفظ الغير قد يراد به المباين المنفصل. ولهذا ما مو على كل حال. قد يكون يا أن طاعتها ليس بشديد وأنها يتابعها الاستشهاد ولا يحضره مثلا الكلام عليها، ويحضره الكلام عليها فيما بين آخر. لا الكلام نوعان. أما عند العامة لا تحدد الضعيف أبدا إلا إذا بينت ذلك بالصيغة، قلت يروى أو نذكر. نعم. إيش؟ أما لعمرك جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هذا هو القسم من أن يأتي بحرف من حروف القسم. أما عمرك عمرو أبيك فهذا لا يعد من القسم بغير الله. نعم. أي ولو كان بالله. نعم. لو طرق ايش؟ طرق. نعم. هل يقال ان هذا القول صحيح؟ يعني هو مستدل على مسألة دليل، لكن الاستدلال خاص. ما فهمت. الأحكام تثبت بدليل واحد، فإذا تعددت الأدلة صار هذا أقوى. ايش؟ نعم. يعني النتيجة واحدة أنه لا يوصل، لكن هل يقال هذا قول صحيح؟ لا يجوز أن نستدل بالقرآن على ما لا يدل عليه حتى وإن كان الحكم واضح. فالضمير إذا مسه يعود على الكتاب المكنون. وأيضا يقول إلا المطهرون ولم يقل إلا المطهرون، فلا يجوز أن نحمل القرآن على شيء لا يدل عليه. نعم سليم.
الأحسن لا يقولها، وإلا هي من العمل الصالح، من العمل الصالح يجوز، لكن قد يفهم المخاطب أن الشهادة يعني شيء قائم بنفسه، لكن لو توسل به فلا بأس، مثل ربنا إنا آمنا فاغفر لنا. نعم، المهم لا بأس به، ما فيها مانع. نعم. ايش؟ ايش؟ وش تقول؟ لماذا تقول إيه؟ قل قلها هات الصيغة. بغضب الله أن يغضب الله عليه ولا وشلون؟ يعني ما تلقى ما تحذف ولا صفة الغضب، بس صفات الرضا أولى إذا أردت أن تحذف بالصفة. ثم أيضا صفات القوة والقدرة والسلطان أولى. نعم. يعني لاحظ أن هناك شيء عام وشيء خاص، يعني مثلا الله خالق كل شيء، إذا قلت يا خالق كل شيء هذا صفة مدح، لكن تقول الله خالق الكلاب مثلا أو الخنازير، هذا ما يمكن تقوله إلا في مقابلة مجادل. يقول مثلا الخنازير ليست من خلق الله لأنها خبيثة، والكلاب فيجب تنزيه الله عن مثل هذه الأساليب التي قد توهم نقصا، مع أن يقول الله خالق كل شيء وهو يأكل كل شيء، أليس كذلك؟ انتبهوا لهذه القاعدة هذه فإنها من أفضل ما يكون. قد يراد به المباين المنفصل، ولهذا لم يطلق السلف وسائر الأئمة على القرآن وسائر صفات الله أنها غيره، ولم يطلقوا عليه أنها ليست غيره، لأن لفظ الغير فيه إجمال. قد يراد به المباين المنفصل فلا يكون صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ الغير. فلا تكون صفة الموصوف. فلا تكون صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ فلا تكون صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ الغير. وقد يراد به ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له فيكون غيرا بهذا الاصطلاح. ولهذا صفة الله تعالى بهذا المعنى الأخير تكون غيره أو لا. إذا قلنا أن الغير ما يمكن تصوره بدون الغير الآخر يمكن تكون غير القدرة غير القادر، والعلم غير العالم. فالغير إذن نقول مثلا المخلوقات غير القادر، هذا مباين منفصل، فالمغايرة تامة. الصفة غير الموصوف يعني أنها تخالف الموصوف في حقيقتها ولكنها صفة الله، فلا يجوز إطلاق أن صفات الله غيره ولا أنها ليست غيره، لأن فيه إجمال. وقد يراد أعد الجملة هذه وقد يراد به ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له فيكون غيرا بهذا الاصطلاح. نعم. ولهذا تنازع أهل النظر في مسمى الغير، والنزاع في ذلك لفظي، ولكن بسبب ذلك حصلت في مسائل لفظي، لأنه إذا فصلنا هذا التفصيل اتفقنا على هذا. إذا قلنا إن أريد بالغير الشيء المباين لمغايره فهو إيش؟ غير لا شك.
الخالق غير المخلوق، والمبتاع غير الكفر. وإذا أردنا بالغير ما يتصور بدون ما هو غير الله، فإن صفات الله ليست غير، فإن صفات الله غيره بهذا الاعتبار أن يمكن أن تصور العلم والسمع والبصر أنه غير السميع وغير العليم وغير البصير. ولهذا تنازع أهل النظر في مسمى الغير، والنزاع في ذلك لفظي، ولكن بسبب ذلك حصلت في مسائل الصفات من الشبهات ما لا ينجلي إلا بمعرفة ما وقع في الألفاظ من الاشتراك والإبهامات، كما قد بسط في غير هذا الموضع. ولهذا يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى اسم الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات. لا تدخل لأن مسمى اسم الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا تدخل فيه الصفات. ولهذا لا يقال صفات الله زائدة عليه سبحانه، وإن قيل الصفات زائدة على الذات. ولهذا لا يقال صفات الله زائدة عليه سبحانه، وإن قيل الصفات زائدة على الذات، لأن المراد أنها هي زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات المجردة، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، فليس اسم الله متناولا لذات مجردة عن الصفات أصلا، ولا يمكن وجود ذلك. ولهذا قال أحمد رحمه الله في مناظرته للجهمية: لا نقول الله وعلمه والله وقدرته والله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد. وقد بسط هذا الموضع. وأما قول الناس أسألك بالله وبالرحم، وقراءة من قرأ تساءلون به والأرحام، فهو من باب التسبب بها، فإن الرحم توجب الصلة وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الإحسان ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب، كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم والصلاة عليهم. ومن هذا الباب ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه قال: كنت إذا سألت عليا رضي الله عنه شيئا فلم يعطنيه، قلت له بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه فيعطينيه، أو كما قال: فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر، أو من باب قولهم أسألك بحق أنبيائك ونحو ذلك، وليس كذلك، بل جعفر هو أخو علي، وعبد الله هو ابنه، وله عليه حق الصلة، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر، كما في الحديث: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليه. وقوله إن من برهما بعد موتهما الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. عندي وصلة رحم. نسيتها؟ طيب
ولو كان أشار إلى النقطة هذه رحمك شيء نسخة. وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما. ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما أولى من سؤاله بحق جعفر. فكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجابة السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره. لكن بين المعنيين فرق، فإن السائل بالنبي طالب به متسبب به، فإن لم يكن في ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه ولا كان مما يقسم به لكان باطنا. وإحسان الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم للمقسم به، وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم. وفي مثل هذا قيل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به، فالأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحظ والمنع، والثاني سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه. فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حسن السؤال كسؤال الإنسان بالرحم. وفي هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة ومنها لا أظن الشكل. ومن هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم. وأما بمجرد الأنبياء والصالحين ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم ورعايته لحقوقهم التي أنعم الله بها، فليس فيها ما يوجب حصول مقصود السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم، إما محبتهم وطاعتهم فيثاب على ذلك، وإما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه. فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين: إما بطاعتهم واتباعهم، وإما بدعائهم وشفاعتهم. فمجرد دعائه بهم من غير طاعة منه لهم ولا شفاعة منهم له فلا ينفعه وإن عظم جاه أحدهم عند الله تعالى. وقد بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد ذكر، فكيف بسؤال المخلوق الميت، سواء سئل أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس إما عند قبر الميت وإما مع غيبته. وصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حكم المادة وسد الذريعة بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وأن لا يصلي عندها لله ولا يسأل إلا الله، وحذر أمته ذلك. فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك وأسباب الشرك، وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد. وقد تبين المؤلف رحمه الله قال سواء سئل أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة، وبينهما فرق. إذا سئل قضاء الحاجة فهذا شرك أكبر، وإذا سئل أن يسأل الله فهذا بدعة وضلال، لأن الميت إذا مات انقطع عمله والدعاء من عمله،
فكيف تسأله ما لا يمكن؟ لأنك لو قلت يا فلان ادعو الله لي فإنه لم يدعو الله لك. ومن ذلك أن تقول عند قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لي، فإن هذا حرام وبدعة منكرة. لكن لو قلت يا رسول الله أنجني من النار كان شركا أكبر. وقد تبين أن أحدا من السلف لم يكن يفعل ذلك إلا ما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى النزول في المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المواضع التي صلى فيها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب فضل وضوئه في أصل شجرة، ففعل ابن عمر ذلك. وهذا من ابن عمر تحري لمثل فعله، فإنه قصد أن يفعل مثل فعله في نزوله وصلاته وصبه للماء وغير ذلك. لم يقصد ابن عمر الصلاة والدعاء في المواضع التي نزلها. والكلام هنا في 3 مسائل. يعني كان ابن عمر ما قصد المكان، إنما قصد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما المكان فليس له مزية. لو صب في غير هذا المكان في غير هذه الشجرة لصب ابن عمر في الشجرة التي صب فيها الماء، وكذلك الصلاة. نعم. والكلام هنا في 3 مسائل. إحداها أن التأتي به في صورة الفعل الذي فعله من غير أن يعلم قصده فيه أو مع عدم السبب الذي فعله، فهذا فيه نزاع مشهور. وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولين وغيرهم يخالفهم في ذلك. والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر رضي الله عنهم، وليس هذا مما نحن فيه الآن. ومن هذا الباب أنه لو تقرر رجل في سفره أن يصلي في مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه إذا جاء وقت الصلاة فهذا من هذا القبيل. المسألة الثانية تحرى تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن يكون ذلك وقتا للصلاة، بل أراد أن يجزئ الصلاة والدعاء لأجل البقعة، فهذا لم ينقل عن ابن عمر ولا غيره. وإن ادعى بعض الناس أن ابن عمر فعله فقد ثبت عن أبيه عمر أنه نهى عن ذلك. وتواتر عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، فيمتنع أن يكون فعل ابن عمر لو فعل ذلك حجة على أبيه وعلى المهاجرين والأنصار. والمسألة الثالثة أن لا تكون تلك البقعة في طريقه، بل يعدل عن طريقه إليها أو يسافر إليها سفرا قصيرا أو طويلا، مثل من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو، أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلي فيه ويدعو. أو يسافر إلى غار ثور. عندك أو يسافر إلى غار ثور الذي يصلي فيه ويدعو، أو يذهب إلى الطور. ألحقوها وجعلها نصا من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غار الثور. ليصلي فيه ويدعو. أو يسافر إلى غار ثور ليصلي فيه ويدعو، أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال،
التي يقال فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم، أو مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء مثل ما كان مبنيا على نعله، ومثل ما في جبل قاسيون وجبل الفتح وجبل طور زيتا الذي ببيت المقدس. طور سيناء. نعم. قال حيباء وجيم ودال والمطبوعة وجبل طور سيناء وجبل طور سيناء. وما أثبته من ألف وطاء أرجح، لأن طور زيتا هو الذي ببيت المقدس وقريب من المسجد الأقصى، ويقال إن فيه قبور أنبياء كثيرين، وأما طور سيناء فليس بقريب من بيت المقدس. ما يقول طور وجبل طور زيتا الذي ببيت المقدس. وجبل طور زيتاء الذي ببيت المقدس ونحو هذه البقاع، فهذا مما يعلم كل من كان عالما بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه من بعده، أنهم لم يكونوا يقصدون شيئا من هذه الأمكنة. فإن جبل حراء الذي هو أطول جبل بمكة كانت قريش تنتابه قبل الإسلام وتتعبد هناك، ولهذا قال أبو طالب في شعره: وراق يرقى في حراء ونازل. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع فيتزود لذلك، حتى فجاءه الوحي وهو بغار حراء، فأتاه الملك فقال له: اقرأ. فقال: لست بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم قال: اقرأ. فقلت: لست بقارئ. قال: مرتين أو ثلاثا، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره الحديث بطوله، فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث. ثم إنه لما أكرمه الله بنبوته ورسالته وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه، أقام بمكة 14 سنة هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم أفضل الخلق، ولا يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء، ثم هاجر. نقف على قول ثم هاجر لأنه انتهى الوقت. ثم هاجر إلى المدينة واعتمر 4 عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن البيت، والحديبية عن يمينك وأنت قاصد مكة إذا مررت بالتنعيم عند المساجد التي يقال إنها مساجد عائشة، والجبل الذي عن يمينك يقال له جبل التنعيم، والحديبية غربية. ثم إنه اعتمر من العام القابل عمرة القضية. يسمى التنعيم مساجد عائشة، وهو ليس مساجد عائشة لأنه قريبا منه، فسمي باسم المجاور، والآن صار من مكة
هي الآن بيوت متصلة بمكة من وراء التنعيم. فبيوت مكة الآن بعضها في الحل وبعضها في الحرم. هنا. ثم إنه اعتمر من العام القابل عمرة القضية ودخل مكة هو وكثير من أصحابه وأقاموا بها 3. ثم لما فتح مكة عمرة القضية وتسمى عمرة القضاء، وليس المعنى أنهم قضوا العمرة التي أحضروا عنها، بل المعنى أنها العمرة التي قاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فهي من المقاضاة ويلزم القضاء. ودليل ذلك أن كثيرا من أصحابه الذين كانوا معه في الحديبية لم يأتوا في هذه العمرة، في عمرة القضاء. نعم. ثم لما فتح مكة وذهب إلى ناحية حنين والطائف شرقي مكة فقاتل هوازن بوادي حنين، ثم حاصر أهل الطائف وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فأتى بعمرة من الجعرانة إلى مكة. ثم إنه اعتمر عمرته الرابعة. هذه العمرة أتى بها ليلا عليه الصلاة والسلام، ولا حتى الصحابة عليه، ولا علم بها كثير من أصحابه. أتى بها ليلا هو ومن كان حوله من أصحابه، وخرج من ليلته. والجعرانة بالنسبة للكعبة أبعد من التنعيم. كم هذه من عمر؟ 3، لأن العمرة التي أحصروا عنها كتبت لهم. نعم. ثم إنه اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع، وحج معه جماهير المسلمين، لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله، وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراء ولا يزوره ولا شيئا من البقاع التي حول مكة، ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة وبمنى والمزدلفة وعرفات، وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة وضربت. يقول رحمه الله: لم يزر غار حراء. لو أراد أحد أن يذهب إلى غار حراء للاطلاع فقط لا تعبدا فلا بأس به، لأن زيارة مثل هذه الأماكن للاطلاع إذا لم ينهى عنه لا بأس به. لكن لو أراد أن يذهب إلى ديار ثمود للاطلاع كان منهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ندخل بلاد هؤلاء المعذبين إلا إذا كنا باكين. وفرق من يذهب للاطلاع واطلاع على الآثار وبين من يدخل باكيا، بينهما فرق عظيم. فما يفعله كثير من الناس الآن من الذهاب إلى ديار ثمود والاطلاع على ما كانوا عليه من القوة بدون استيعاب بالقلب وأنهم على قوتهم هذه أخذوا بصيحة واحدة، فإنه منهي عنه. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أن يصيبكم ما أصابهم يحتمل معنيين: المعنى أن يصيبكم ما أصابهم من العذاب لأنكم في مكان العذاب، والمعنى الثاني أن يصيبكم ما أصابهم من التكذيب، لأن تكذيب الرسل لا شك من أعظم المصائب. فيخشى أن يقسو القلب إذا ذهب الإنسان ليتفرج فقط على أماكن المعذبين. أما ما لم ينهى عنه فلا حرج أن يذهب الإنسان إلى غار حراء أو غار ثور من أجل أن يطلع. وقد يكون في ذهابه قد يكون فيه لين قلب وتعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يصعد هذا الجبل العظيم الذي يشق على الشاب أن يصعده ويبقى فيه وحده الليالي ذوات العدد، لكنه فرارا من أدران الشرك الذي يفعله المشركون في مكة وعند بيت الله. نعم.
وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة. ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة وبمنى. المسجد الحرام مش عبادة المسجد الحرام؟ الطواف ثلاث: الطائفين والعاكفين والركعتين. نعم. ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة وبمنى والمزدلفة وعرفات. وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة المجاورة لعرفة. ثم بعده خلفاء. من قوله المجاورة لعرفة يتبين لك أن الشيخ الإسلام رحمه الله وكذلك غيره من العلماء إلا قليلا يرون أن نمرة ليست من عرفة، وهذا هو الحق لا شك فيه. لكن يشكل عليه حديث جابر رضي الله عنه أنه قال لما ذكر سير النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة قال: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني مزدلفة، كما كانت قريش تفعل في الجاهلية، فأجاز حتى أتى عرفة. ومعلوم أنه ضربت له القبة بنمرة وبقي فيها إلى أن زالت الشمس، فتوهم بعض العلماء من قوله حتى أتى عرفة أن نمرة من عرفة، لكن مراد جابر رضي الله عنه واضح أنه أجاز حتى أتى عرفة فوقف بها ولم يقف في مزدلفة، لأن قريشا من عنادهم واستكبارهم يقولون ما يمكن نقف يوم عرفة بعرفة، عرفة من الحل ونحن أهل الحرم، ما نقف إلا في مزدلفة. أفهمتم؟ ولهذا قال الله لنا: أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة. فالمهم أن الشيخ الإسلام رحمه الله كلامه هنا صريح أن نمرة ليست من عرفة، ولهذا لو أن أحدا وقف بها حتى غربت الشمس المنصرف فحجه ليس بصحيح. ولا أدري عن الذين قالوا إنها من عرفة أيلتزمون بصحة حجه في هذه الحال أو لا. نعم. ثم بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم من السابقين الأولين لم يكونوا يسيرون إلى غار حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء. وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو غار بجبل ثور يمان مكة. لم يشرع لأمة يماني مكة بالياء. عندك بياء ولا بدون ياء؟ بدون ياء. عندي يمانية مكة والمعنى متقارب. قال عندي في الحاشية يمان أي جهة اليمن من مكة وهي جنوب مكة. إذا يمنية موجب الحاشية ذي أن تكون يمنية. أضيف فيها أي شيء؟ هنا حط النسخة. لم يشرع لأمته السفر إليه وزيارته والصلاة فيه والدعاء. ولا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجدا غير المسجد الحرام، بل تلك المساجد كلها محدثة، مسجد المولد وغيره. ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منى، وقد بني هناك له مسجد. ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله عليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك، ولكان يعلم أصحابه ذلك، وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم. فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك
علم أنه من البدع المحدثة التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة، فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من الدين ما لم يأذن به الله. وإذا كان حكم مقام نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل غار حراء الذي ابتدأ فيه بالإنباء والإرسال وأنزل عليه فيه القرآن، مع أنه كان قبل الإسلام يتعبد فيه، وفي مثل الغار المذكور في القرآن الذي أنزل الله فيه سكينته عليه، فمن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد عن أن يشرع قصدها والسفر إليها لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك إذا كانت صحيحة ثابتة، فكيف إذا علم أنها كذب أو لم يعلم صحتها. وهذا كما أنه قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من جوانب البيت، ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر. وأما التقبيل فلم يقبل إلا الحجر الأسود، وقد اختلف في الركن اليماني، فقيل يقبله، وقيل يستلمه ويقبل يده، وقيل لا يقبله ولا يقبل يده. والأقوال الثلاثة مشهورة في مذهب أحمد وغيره، والصواب أنه لا يقبله ولا يقبل يده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لا يشير إليه إذا تعذر التقبيل أو تعثر، فإنه لا يشير إليه، وإنما يشير إلى الحجر الأسود لأنه أفضل من الركن اليماني، ولذلك لا يشرع تقبيله بخلاف الحجر الأسود، ولا التكبير عنده بخلاف الحجر الأسود. إذن والصواب أنه لا يقبله ولا يقبل يده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لا هذا ولا هذا كما تنطق به الأحاديث الصحيحة. ثم هذه مسألة نزاع. وأما مسائل الإجماع فلا نزاع بين الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة العلم أنه لا يقبل الركنين الشاميين ولا شيئا من جوانب البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، وعلى هذا عامة السلف. وقد روي أن ابن عباس ومعاوية طافا بالبيت فاستلم معاوية الأركان الأربعة، فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. فقال معاوية: ليس من البيت شيء متروك. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرجع إليه معاوية. وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة. في استدلال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية فائدة عظيمة، وهي أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون بفعله وبتركه، فإذا ترك شيئا مع وجود السبب علم أن السنة ترك، وإذا فعل شيئا فهو سنة لا إشكال فيه. فابن عباس رضي الله عنهما استدل على ترك استلام الركنين الشاميين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلم. إذن فالسنة هي متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأسوة هي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفعل وفي الترك. فإذا ترك شيئا مع وجود السبب علم أن تركه سنة. وقولنا مع وجود السبب يخرج به ما إذا وجد سبب بعد فوات الرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي استحبابه فيعمل به. ولهذا قلنا
إنه لا يسن التسوق عند دخول المسجد، خلافا لمن قال إنه يسن التسوق عند دخول المسجد، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول ما يبدأ به إذا دخل بيته أن يتسوق. قالوا فبيت الله أحق، فيقال وجد السبب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه كان إذا دخل المسجد بدأ بالسواك، فلا يسن لدخول المسجد، خلافا لمن استحبه من بعض الفقهاء رحمهم الله. وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإذا كان هذا بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة لا يشرع تقبيلها بالفم لا يشرع تقبيلها بالفم ولا مسحه باليد. أنا عندي لا يشرع لا تقبيله بالفم ولا أشار إليها نسخة ثانية. نعم. ولا مسحه باليد، فغيره من مقامات الأنبياء أولى أن لا يشرع تقبيلها بالفم ولا مسحها باليد. وأيضا هذا أيضا فيه دليل على أن الاستلام ليس وضع اليد على الركن، الاستلام المسح، فلا بد من المسح. من وضع يده على الحجر أو وضع يده على الركن اليماني دون أن يمسح فإنه لم يأتي بالسنة، السنة المسح. وقد سمى السلف الطواف مسحا. نعم. وأيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله ولا المواضع التي صلى فيها بمكة وغيرها. فإذا كان الموضع الذي كان يطأه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله، فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه؟ وإذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة، فكيف بالنعل الذي هو موضع قدميه للمشي وغيره؟ هذا إذا كان النعل صحيحا، فكيف بما لا يعلم صحته أو بما يعلم أنه مكذوب كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون وينحتون فيها موضع قدم، ويزعمون عند الجهال أن هذا الموضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا غير مشروع. ابن تيمية رحمه الله يلعبون على الناس، يحفرون حجرا ويقول هذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأتون بناء خلق ويقولون هذا نهى الرسول، أو يأتون بشعرات إما مصنوعة أو مطبوعة ويقول هذا شعر الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذا من الدجل، نسأل الله العافية. الله المستعان. نعم. الله المستعان. ما في شك أكثر من كذا. بعد يعني الرسول راح الشاة أعوذ نسأل الله العافية. ها؟ في مصر أعوذ بالله. يعني لو أنهم صرفوا العوام إلى عبادة الله والاتجاه إلى الله عز وجل لكان خيرا لهم. اللهم آمين. نعم. وإذا كان هذا غير مشروع في موضع. طيب يا عبد الرحمن، اللي عندكم ارتشاد ما قصته هو اللي عند أهل مصر أيهن أكبر ولا؟
ها؟ ايش؟ ما عندنا مطاعم. لا هذا الأخفاء اللي يقول فيه. أنا أظن عندنا نحن خاصة منها. القدم اللي عندكم خاصة بكم. مو خاصة بشكل ما أظن أنه لا الآن اسمع، يحتاج مثل تقيس القدمين. ها؟ ما مشهور. ايش؟ ما في أحد ما في عمل إنسان. اي مشكلة. هذا جبل أصل هذا. كل الجبل يقول هذا قدم الرسول. لا. ها. مو يوم. يعني وضع عليه في مصورة على القدم الإنسان. هذه منحوت. ما في نحكي. لا أبدا، ترى بعض النحاتين يمارس حتى تكون طبيعي كانوا طبيعي. شيخ الجبل ما لي أحد، من الذي يتكلم ينحت ما في كيف أحد يقول هذا قبل أن تولد يا رجال، هذا قبل أن تولد. وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه وقدمي إبراهيم الخليل الذي لا شك فيه، ونحن مع هذا قد أمرنا أن نتخذه مصلى، فكيف بما يقال إنه موضع قدميه كذبا وافتراء عليه، كالموضع الذي بصخرة بيت المقدس وغير ذلك من المقامات. فإن قيل نقبل هذا يا بعض الإخوان يمكن أسئلة. الأحكام التي تتعلق بالحق الحرام تثبت من سكن في مكة والمدينة خارجها. إيش؟ هل الأحكام المتعلقة بالحرام تثبت من سكن في مكة أو بالمدينة خارج الحرم؟ كيف يعلم أنهم في مكة وفاضل سكن المدينة؟ إيش؟ هل الأحكام المتعلقة بالحرام؟ نعم. المكي أو المدينة؟ نعم. تثبت من سكن في مكة وإن كان خارج حدود الحرم فضل سكن يعني لا ما أقول. اللي خارج الحرم ليس من الحرم. حتى وإن تصرف فيه. خصوصا الحرم مكة، يعني مثل هؤلاء الذين خارج مكة الآن وخارج الحرم وبيوتهم متصلة لا نقول أن يحرم عليهم الصيد لأنهم في مكة. نعم. إيش؟ الملتزم ما جاءت بالسنة، ما في سنة صحيحة، لكن بعض الصحابة ثبت عنه. ضعيف ما صحيح. نعم. بعض الناس إذا دخلوا مكة يسأل عن دار الحياة. عن إيش؟ دار الحياة. دار إيش؟ غار حراء. نعم. وجبل الطور يريدون الآثار عشان إذا ذهبوا من هناك يحكوا للناس إنه ذهبوا مكة وذهبوا المحلات هذا، ويجوا هنا ما يعرف المحلات يلحوا إليك كثيرا إن تذهب معهم ويقيموا الآثار. هل يجوز هذا؟ يعني هم يذهبون إلى هذا عشان إذا رجعوا إلى بلادهم قالوا زرنا غار حراء وقاتلوا. هذا من الجهل، لأن زيارتهم للكعبة أفضل بكثير من هذا. وهذه غار حراء وغار حثور لا يجوز أن يقصدها الإنسان تعبدا لله، هذا حرام. نعم. يحيى. نعم. نعم. مكان إبراهيم موجود، لكن الظاهر أنه مصنوع يقال إنه من الجاهلية وهو قد انمسح. كان في الجاهلية ما فيها بناء عليه، كان الناس يمسحون به في الجاهلية جهلا ومسحته أيدي الناس. لكن أبا طالب في قصيدته يقول في قصيدة اللامية: وموطئ إبراهيم في الصخر أطلق على قدميه حافيا غير ناعم، يدل على أنها لها أثر. فلا أدري هل هي بقيت الآن أو أن الخلفاء الذين توالوا على الكعبة غيروها أو صنعوها، الله أعلم. داخل في عموم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. نعم.
هل يؤخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من تحنثه في الغار وموعده عن ادران الشرك ان الانسان اذا خشي على نفسه من المشركين ومن دعوته ان يبتعد عنهم اي نعم ما في شك. هذا من جنس وجوب الهجره، لكنه صاحب علم ودعوه. اي نعم. اذا كان يؤثر ينزل يخلو بنفسه احيانا وينزل احيانا. قال شيخ الاسلام ولا بنى رسول الله صلى الله عليه ايش؟ وسلم ولا بنى نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجدا غير المسجد الحرام. نعم. ما مقصود؟ هذا صحيح، ما في بناء مسجد يعظم كما يعظم المسجد الحرام. والظاهر ايضا ان مكة في ذلك الوقت كانت صغيرة، يعني من شاهد فيما يقال العناية السابقة ثم وضعوا لوحات مكة من قبل سنوات، ما شاهد يعني كأنها حي من الأحياء صغيرة. بنى مسجد بناء يقول ما بنى إلا المسجد. إيه المسجد الحرام ما بني. معنى سليم. والله أنت شيخ ابن تيمية رحمه الله يركز على العقيدة، وشيخ الإسلام بن عبد الوهاب ركز على التوحيد. هذا بقي في الدماء ولا ذكر في فكرها تدل على ما بعد. أي وش سؤال الشيخ الإسلام ركز على العقيدة. أي نعم. من كثر الحاجة وكان الوقت ولا مفهوم من الشيخ الإسلام بن عبد الوهاب أن التوحيد عندهم بمعنى أهم من العقيدة، لكن الشيخ الإسلام ركز على العقيدة. ما فهمت الإشكال. يعني ركز على العقيدة كما التوحيد. لا وين من التوحيد هذا؟ نعم. ما هو بعد من التوحيد التوحيد يعني التوحيد على العقيدة يعني هذا من التوحيد، لأن كل إنسان يعظم ما لا يعظم الله ورسوله هذا شارك الله في شرعه. وعلى كل حال الشيخ الإسلام وغيره من العلماء يتكلمون حسب السياق وحسب ما يريدون من التأليف. انتهى. نعم انتهى. إذا طلع الفجر لو استحوذ بين يديك ما تأكل. طيب تفضل. نعم. ويأتيهم المرضى ويقيمون من عدة مرات ويشفون ليس في شيء. ما ينهى عنه. ليش؟ ما ينهى عنه. لا ينهى عنه إلا إذا كانوا يعتقدون أن فيها شيئا صنما أو ميتا يشفي. يمكن قد يكون فيه تنكر المواد في هذا الماء ويشفى بها الإنسان، تدخل مسام الجسم ويشفى به. نعم. وما هو الآخر؟ ما هو الآخر؟ أرأيت بقية العلم وبقية العلم ما يمكن يعتقدون هذا الاعتقاد. ما في شيء. حتى فيها عندنا هو كثيرة بعض العلوم يكون فيها دواء، تكون مشتملة هم على تكوين ولا على أشياء ينتفع بها الجسم. الآن لو كان فيك وجع في المفاصل وغطيتها في ماء حار ساخن يمكن تلين عليه كل مكان. نعم. لا كان فيما يتعلق بصفات الله هذه بلوى، ما يفوضون فيما يتعلق بالطهارة بالصلاة بالزكاة ما يفوضون فيما هو من علم الغيب. نعم. لا هو لم يكرر التوفيق يعني فيما يتعلق بالعقيدة بحجة أنهم لا يدرون
عنها علم غيبي. ونعم الذي لا يدري عنه هو كيفية المعنى. الله تعالى لم ينزل القرآن إلا يعرف معناه. نعم. ايش؟ لا العلم ما تعرف المشيئة. ايش؟ حتى نعلم. يعني قد يتوهم الإنسان أن الله لا يعلم حتى يقولها، وليس كذلك. من المراد الجواب من وجهين: إما أن المراد العلم الذي يترتب عليه الجزاء، فإن الله لن يعاقب أحدا قبل أن يخالف وإن كان يعلم أنه سيخالف. وإما أن المراد بأنه يعلم به بعد وقوعه علم ظهور، يعني بمعنى أنه يعلم به واقعا، وأما قبل وقوعه فيعلم بأنه سيخالف. واضح؟ الآن ولله المثل الأعلى، علمك بأن هذا الشيء سيكون هذا علم، لكن علمك به كائنا ليس كالعلم الأول، وهذا بالنسبة لنا. أما بالنسبة لله عز وجل فهو من حيث الإدراك كله سواء. نعم يا سليم. صحيح. لا نزيدك يا سليم على هذا، نزيدك على هذا أن بعض أهل الجاهلية يصنع صنما من التمر يعقده، فإذا جاع أكله. عرفت؟ اللهم عرفت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى فيقاس عليه غيره، قيل له هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم الذي بمكة، سواء أريد به المقام الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهيم أو سواء أريد به المقام الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهيم أو أريد به المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، فلا نزاع بين المسلمين أن المشاعر خصت من العبادات بما لا يشركها فيه سائر البقاع، كما خص البيت بالطواف، فما خصت به تلك البقاع لا يقاس به غيرها. وذلك يقال إن رجلا من الملوك نذر لله نذرا أن يتعبد لله بعبادة لا يشاركه بها أحد، اختلف الناس، لأنه ما من عبادة إلا ويمكن أن غيره متلبس بها. إن صلى يمكن يوجد المصلون، إن صام يوجد صائمون، إن تصدق يوجد المصدقون. فسأل العلماء وطاف بهم، فقال أحدهم: أخذوا له المطار. إذا أخذ له المطاف وطاف به ما شارك أحد، لأنه من خصائص الكعبة الطواف. نعم. وما لم رحمه الله أن مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، أنه يحتمل أن المراد مقامه الذي جنب الكعبة، وأن المراد به جميع مقاماته التي قام كمنى وعرفة ومزدلفة. وأيهما أعم؟ الثاني أعم، يشمل هذا كله. فإن قال قائل الثاني أعم لا شك، لكن
كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ حين تقدم إلى مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ألا يرجح أنه خاص بهذا المكان؟ ربما نقول كذلك، وربما نقول أن الرسول أراد أن يفسر الآية ببعضها، يفسر الآية ببعضها. طيب فإذا قال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والإنسان إذا ذهب إلى عرفة لا يؤمر بأن يصلي حين تطأ قدمه 4 عرفة. قلنا إن كلمة مصلى يجوز أن يراد بها مكان الصلاة المعروفة، وأن يراد بها مكان الدعاء، لأن الصلاة في اللغة العربية تأتي بمعنى الدعاء، كما في قوله تعالى وصل عليه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم يعني ادع لهم. نعم. فما خصت به تلك البقاع لا يقاس به غيرها، وما لم يشرع فيها فأولى أن لا يشرع في غيرها. ونحن استدللنا على أن ما لم يشرع هناك من التقبيل والاستلام أولى أن لا يشرع في غيرها، ولا يلزم أن يشرع في غير تلك البقاع مثل ما شرع فيها. ومن ذلك القبة التي عند باب عرفات التي يقال إنها قبة آدم، فإن هذه لا يشرع قصدها للصلاة والدعاء باتفاق العلماء، بل نفس رقي الجبل الذي بعرفات الذي يقال له جبل الرحمة واسمه إلال على وزن هلال ليس مشروعا باتفاقهم، وإنما السنة الوقوف بعرفات. القبة التي عند عرفات هذه ليس لها أثر، هي موجودة. وأما الجبل الذي في عرفات فالشيخ الإسلام يقول إنه يقال له جبل الرحمة، وهكذا عبر به الفقهاء أو كثير منهم جبل الرحمة، والصواب أنه لا يوصف بهذا، بل يسمى باسم هلال، أو يقال جبل عرفة، أو الجبل الذي في الموقف، أو ما أشبه ذلك. أما جبل الرحمة فإن المكان المطاف أولى بالرحمة من ذلك المكان، ولا تسمى كعبة الرحمة، لا تسمى كعبة الرحمة. فهذه التسمية عبر بها بعض العلماء رحمه الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبر بها لهذا الجبل. نعم. وإنما السنة الوقوف بعرفات إما عند الصخرات حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بسائر عرفات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. وكذلك سائر المساجد المبنية هناك كالمساجد المبنية عند الجمرات وبجنب مسجد الخير. كل مشعر يفصله عن المشعر الثاني وادي، مزدلفة يفصلها من الشرق عن عرفة ايش؟ الوادي، وادي عرنة. ومنى يفصلها عن مزدلفة من الشرق وادي محصن. نعم. وبجنب مسجد الخيف مسجد يقال له غار المرسلات فيه نزلت سورة المرسلات. وكذلك سائر المساجد المبنية هناك كالمساجد المبنية عند الجمرات. وبجنب مسجد الخيف مسجد يقال له غار المرسلات نزلت فيه سورة المرسلات. وفوق الجبل مسجد يقال له مسجد الكبش ونحو ذلك. لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك. وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسك به فالأمر فيه أظهر، إذ قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام
أن هذا ليس من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها، وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ، جمعته من كلام العلماء، ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا شيئا من ذلك، وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك، وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف وغير ذلك من العبادات، ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه، ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأحكام. وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد من دعاء وصلاة وغير ذلك إذا فعله في المسجد الحرام كان خيرا له، بل هذا سنة مشروعة. وأما قصد مسجد غيره هناك تحريا لفضله فبدعة غير مشروعة. وأصل هذا أن المساجد التي تشد إليها الرحال هي المساجد الثلاثة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كما ثبت في الصحيحين من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وقد روي هذا من وجوه أخرى، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم.